مساء الخير عليكم يا جماعه، عاملين ايه الاخبار؟ وحشتوني. النهارده جاي اتكلم معاكم، اقول لكم بس على كام نقطه كده. ان شاء الله تكون فتحه خير علينا وعلى كل الناس يا رب. الحمد لله مارشميلو بقى عندها ويب سايت دولي، وبنصدر جوه مصر، يعني انسايد واوتسايد. فالكلام ده بيخليني احتاج عماله جديده بطريقتين. العماله اللي هتبقى مستديمه معايا على طول، ودول الناس اللي شغلهم بروفيشنال، وده اللي هيبان طبعا من الصور اللي هتنزل في الكومنتات على الفيديو ده. والناس، وفي حاجه كمان، دي كده الناس اللي هتبقى مستديمه معايا على طول، اللي هتاخد اوردر بالطلب، اللي انا هقولها والله انا عايزه انفذ الحته دي. اوكي، دي نمره واحد. نمره اتنين، في الناس اللي هتشتغل بالقطعه، اللي هم مش هيبقوا على الجروب بتاعنا. الناس اللي هتبقى مستمره معانا وهتخش الشغل، دي الناس اللي هتبقى على الجروب بتاعنا. الناس اللي هتشتغل بالقطعه، اللي هو مش بالقطعه، اللي هو زي انا عايزه افهمكم بشكل اوضح ان كلنا عندنا منتجات فوري. الفوري طبعا بيتحط، بيتنشر، بيترفع على الويب سايت، والناس بتلاقي ان المنتجات اللي مكتوب عليها تستلم من دلوقتي على طول، بتطلبها. اللي هيطلب من عندي من على الويب سايت هبلغ بيه صاحبته، وهقول لا، وهعمل جروب للناس اللي هم هيبقوا شغالين معانا بالقطعه، اضيفهم عليه، اللي هو هتبقى اوريدي شغلها معايا، عشان ساعه ما حاجه تطلب اكيد انا هنسى مين صاحب ايه. فهقوم اخش احط الصوره، اقول الطقم ده، المفرش ده، الثرو ده، الشنطه دي، الكوشن دي تبع مين، عشان تشحنها لي. اللي بالقطعه بيتحاسب على طول، اول ما الحاجه توصلني وتتسلم بتتحاسبي على طول. اوكي. الناس المستديمه لينا رولز تانية شغالين بيها، وان شاء الله اللي هيخش معانا الجروب لازم هيكون واخد فكره عن الرولز كلها وموافق عليها. اوكي. الكومنتات هتكون هنا في الجروب بالصور للاثنين، بالمنتجات الفوري، وبناء على المنتجات الفوري اللي عندكم. انا مش انا اللي هشوف، هتبقى مثلا معانا ملابس، سوري، منا مفروشات وشنط، معانا مدام يسرى مفروشات، معانا ميرفت ومبتول مكرميه، واحنا محتاجين ناس مكرميه تكون شغلها بروفيشنال طبعا. ميرفت هتخش تكلمهم، واللي تختاروا منهم ضن هو ايه ان شاء الله معانا تحت اداره ميرفت. اوكي. يعني انا بس ايه، يعني ميرفت، يعني انا بدي كل واحد تخصصه. يعني مثلا ميرفت اشطر واحده بتعمل مكرميه في مصر، هتقوم هي اللي تشوف بعينيها وتعرف، هتقول ده ضن معانا، ده ضن معانا، وكذلك. والقطع الفوري كلها حبان طبعا الناس وهي بتنزل الشغل اللي عندها الفوري، اللي تكتب عليه فوري، مش تقول ده شغلي. المنتجات الفوري هتبقى مكتوب تحتيها فوري، هتقولي ده موجود عندي فوري. صور الفوري لازم تكون باعلى جوده، بخلفيه بيضه وصوره واضحه باضاءه نهار، عشان ينفع تترفع، لان لو الصوره المنتج حلو والتصوير وحش الموقع مش هيقبلها. تمام. يا رب تكون فتحة خير علينا كلنا، ومارشميلو تكبر بيكم وينضم ناس كتير، ويكون باب رزق واسع لينا وليكم. الجماعه بتاع اليوتيوب، انا هحط لكم دلوقتي اللينك بتاع الجروب بتاع نور ايوب في الوصف، صندوق الوصف. يعني اللي هيخش وعايز يحط الصور ومش عارف يتواصل ازاي، هيخش على لينك البوست اللي انا هكون حاطاه على الجروب عند ايوب، هيخش على البوست يحط صور على طول، لان طبعا فاهمين ان على اليوتيوب مفيش مكان لنشر صور، في بس للكومنتات. وممكن بقى تقولي لي في كومنت انا حطيت صوري يعني تلفتي انتباهي، قولي لي في الكومنت انا حطيت صوري في البوست، حطيت صوري في البوست، فبالتالي التفت، يعني اخد بالي من الناس اللي جايه من عن طريق اليوتيوب. كمان في حاجه تانية، لو مثلا حد بيشوفني وهو مش بيشتغل، او ما عندهوش حاجات فوري، ممكن تعملي شير للفيديو، عشان لو حد غيرك عنده حاجات فوري يشوفه. الشير اكيد على الفيسبوك على صفحاتنا، عشان يعني يوصل لاكبر عدد ناس يكونوا محتاجين ان هم يبيعوا الشغل اللي عندهم.